كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا المنتوج هذا ديال بيم، معطر الملابس، الثمن ديالو كذلك الطريقه ديال الاستعمال ديالو. تبعوا الفيديو من الاول لاخر، ما تنسوا حتى دقيقه باش تستافدوا اكثر، وكذلك ما تبخلوش عليا بواحد اللايك ديالكم، ولا كان اي تساؤل خليوها لي في التعاليق وانا اللي نجاوب عليها ان شاء الله. فهذا المنتوج هذا معطر الملابس ديال الماكينه اوتوماتيك كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. الماركه التركيه كما كتعرفوا اولا دائما شاركت معكم بزاف المنتوجات ديال بيم، اغلبيه ديالها كتكون منتوجات ديال تركيا، فراه كتكون منتوجات زوينه بزاف، والجميل في الامر انها كتجمع ما بين الجوده وكذلك الثمن زوين بزاف. هذا علاش انا ما كنقدرش ندخل على المنتوجات ديال بيم نهائيا. كنفضلها ان دائما شاركتها معكم وتنتوما يعني يعجبوكم لي برودوي ديالها. فهاد المعطر ديال الملابس كيجي على هذا الشكل هذا، فيه بزاف ديال الالوان. كاين هاد اللون هذا الموف، كنتمنى يكون كيبان مزيان واضح مع الاضاءه، وكذلك كاين الازرق ديالو والغوز. فانا كنفضل هذا الموف هذا، يعني كاين ثلاثه ديال الاشكال نتوما، ومنين تبغيو تقداو نتوما وشموا وشوفوا الريحه اللي عجباتكم. ولكن اغلبيه الناس سبحان الله كيختاروا هذا الموف هذا حيت كيخلي واحد الريحه اللي زوينه، الريحه ديالو مقبوله بزاف. فهذا المنتوج هذا كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، فيه تقريبا 350 مليلتر. كيجي على هذا الشكل هذا. فالثمن ديالو اللي زوين بزاف، تقريبا يطرو، ما كاملش يطرو ولكن تقريبا، فراه كيدوز معاكم واحد المده اللي طويله. وكذلك يعني هو راه مركز، يعني ملي كيكون هاد لي برودوي مركزه فما تخافيش منهم، يعني كيبقاو معاك مده اللي هي طويله بزاف. فكما قلت لكم يعني مركز كيخلي الريحه ديالو مجهده في الحوايج ديالنا. والثمن ديالو اللي زوين بزاف البنات، واللي عجبني انا وكنفضل دائما هاد المنتوجات هادو. فراه الثمن ديالو كان كيدير تقريبا هادي عام كان كيدير 15 درهم، ولكن مع هاد المده هادي، مع هاد الزيادات هادي مؤخرا، فراه ولا كيدير 17 درهم مقارنه مع لي برودوي الاخرين. فراه زوين، يعني المنتوجات اللي كناخذهم انا كنتقدى تقديه ديال الشهر من بين، فراه ما كتجاوش واحد 18 درهم حتى ل 20 درهم، ولكن عندها واحد الجوده اللي زوينه، فانا كنفضله. هو دابا داير 17 درهم حاليا في سنه 2024، حيت العام اللي داز راه كان كيدير غير 15 درهم. والثمن ديالو راه مناسب بالحجم ديالو والجوده ديالو، فكيخلي واحد الرويحه اللي زوينه في الملابس ديالنا. فهو ما كيكشفش، يعني كنديرو في الملابس البيضاء وكذلك الالوان والملابس الكحل، فما كيأثرش. انا جربته عاود فما كيأثرش نهائيا، والاهم كيخلي الريحه زوينه. فطريقه الاستعمال ديالو، فكاين جوج ديال الطرق. كاين الماكينه الاوتوماتيكيه القديمه، وكاين الماكينه الاوتوماتيكيه اللي عندي انا، اللي سبق لي شاركتها معكم. ممكن ترجعوا الفيديوهات القدامين تلقاو الماكينه هضرت عليها بزاف ديال المرات كيفاش كنستعملها. فرا ديك الماكينه يعني عندها الباب ديالها من الفوق. ممكن ترجعوا الفيديوهات كما قلت لكم وعاد تعرفوني علاش كنهضر. هاد الماكينه اللي عندي انا، فرا كنحلها ونعاود، يعني كندير لها بوز، يعني ماشي بحال الماكينه الاوتوماتيك القديمه. فاللي عنده الماكينه الاوتوماتيك القديمه، فراه الا كانت صغيره، الحجم الصغير ديال اللي كتهز تقريبا 4 6 كيلو ولا قل، ما عرفاش بالضبط شحال كتهز. المهم الماكينه الصغيره فاللي ديروا مغلقه وحده من هذه، كنعمروا هذه، كنحلوها وكنعمروها عادي، كنديروا مغلقه وحده. ولا كانت الماكينه الاوتوماتيكيه الحجم الكبير كاع، فكنديروا جوج من هذه باش كتبقى الريحه. فراه كما قلت لكم ما تفوتوش جوج ولا وحده، لان كتكون مركزه وكتعطي واحد الريحه اللي زوينه. فإلا كانت الماكينه الاوتوماتيكيه بحال ديالي، عندها يعني كدير بوز وكتعرفي الوقيته شحال كديري لها، ولا الوقيته اللي كتشلل كتعرفيها، ماشي الماكينه العاديه، الماكينه اوتوماتيكيه جديده. انايا كنخليها حتى كتسالي الصابون ديالها وكتبغي تشلل، كتطلق الماء التشليله التاليه كاع فاش صافي كتبغي تعصرهم. فانا كنجيب مغلقه من هذه او لا جوج على حسب الكميه اللي كنكون دايره ديال الحوايج. تقريبا حتى انا كندير جوج، حيت انا عندي تقريبا فيها 7 كيلو الماكينه، فكندير جوج مغلقات من هادو وكنخليها تشلل مزيان على خاطرها. وملي كتعصرهم كتخلي واحد الريحه اللي زوينه صافي. بالنسبه للناس اللي عندهم ماكينه العاديه فممكن تستعملوه، لان هذا في الاخر كيتستعمل. بالنسبه للناس اللي عندهم ماكينه غير عاديه ديال البلاستيك او العاديه،
ماشي الاوتوماتيك. منين تبغيو تشللو ولا منين تكونوا دايرين الحويجات ديالكم في الجهه اللي كتنشف، ديروا واحد 2 مغلاقات من هادو وصافي، وخليها يعني تنشف. كينشفوا الحوايج وكتبقى واحد الريحه اللي معطره وزوينه. فهذه ديال الماكينه، ماشي ديال ما كتستعملش بالصابون اليدوي، الصابون ديال الماكينه الاوتوماتيكيه. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش فين يديروا هذا المعطر هذا، بالنسبه للماكينه الاوتوماتيكيه القديمه، فراه كاين 2 بلايص. البلاصه ديالي كديري فيها التيد، والبلاصه اللي كتكون فيها وريضه كتكون صغيره، فهذه هي البلاصه اللي كديري فيها هذا المعطر هذه. والناس الاخرين اللي عندهم ماكينه عاديين فراه يعني عادي جدا، بحال الماكينه ديالي انا كنخليها كتعصر وندير. فما نقول لكمش البنات، الريحه اللي عطت دابا انا قاطه غير بيدي وشويه اللي ملي تفتح فعطى واحد الريحه اللي زوينه بزاف. كيخلي الريحه زوينه في الماريو ديال ملي كتسالي، ملي كينشفوا الحويجات ديالكي ولا ديال وليداتكي كتحطين في الماريو، فراه كتبقى واحد الريحه اللي زوينه بزاف. والاهم انه كما قلت لكم ما كيوقع حتى شي حاجه للحوايج، يعني ديريه وخليه فراه تعتمدي ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم كما نقول لكم دائما، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. ولا كان اي تساؤل ولا كاين اي تفسير، نسيت شي تعليق ولا نسيت شي حاجه ما هضرتش عليها، فخليوها لي في التعاليق، وان شاء الله غادي نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. وشكرا لكم، نتلاقى في فيديو قادم ان شاء الله.